السلام عليكم، معاكم احمد عبد القادر، والنهارده جايين نعمل مراجعه على موبايل جديد من شركه ريلمي، واللي هو خليفه موبايلات قويه جدا كانت في السنين اللي فاتت. وخليفه الموبايل القوي جدا ال 12 برو بلس، بعده نزل ال 13 برو بلس، كان قوي بس مش بنفس ابهار ال 12 برو بلس. فالنهارده معانا الريلمي 14 برو بلس، جايين نشوف هل هو قوي زي ال 12 برو بلس ولا ما قدمش اي انبهارات جديده عن ال 13 برو بلس، ونشوفه برضه هو موبايل منافس في الفئه المتوسطه ولا لا. ده كله جايين نتكلم عنه في فيديو النهارده ونراجع كل تفاصيل الموبايل. يا ريت لو اول مره تشوفني تنزل تعمل سبسكرايب ولايك، ولو عاوز مقارنه بينه وبين اي موبايل تاني انزل برضه عرفني تحت في الكومنتات. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا نبدا في الفيديو. اول حاجه كالعاده بنتكلم عنها في الموبايل وهو التصميم والخامات. الموبايل جاي عندنا مصنوع بالكامل من البلاستيك، ولكن هو بلاستيك متين، ما تخافش ان تحس منه بالرخص او حاجه. وكمان كده كده انت هتحطه على الموبايل جراب عشان تحافظ عليه، فممكن ما تفرقش قوي نقطه الخامات. وعندنا الموبايل جايب وزن 196 جرام، وجايب مقاومه ماء واتربه اي بي 69، اللي هتخلي لك الموبايل مقاوم تماما للماء والاتربه، اللي يخليك تقدر تنزله عند متر ونص في الميه لمده توصل لنص ساعه، ودي حاجه بيتمتع بيها الفلاج شيبس بس. بعد كده لما بنقلب من الموبايل بنوصل الشاشه اللي ممتازه جدا في الموبايل ده، جايب مقاس 6.8 من نوع اوليد، وبتدعم ال 120 هرتز، وكمان بتوصل لعند بيك برايتنس 1500 نتس، واللي هي اضاءه قويه جدا هتقدر تشوفها بشكل كويس تحت اشعه الشمس. وكمان شاشه الموبايل جايه بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، اللي هتخلي لك الموبايل مقاوم للخدش وكمان اقل عرضه للكسر. وبعد كده نتكلم عن الاداء ونظام التشغيل. الموبايل جاي عندنا بواجهه الريلمي يو اي 6 اللي مبنيه على اندرويد 15، واللي هي واجهه خفيفه جدا وسلسه على الموبايلات. وكمان هي لو مش واجهه سلسه لان الموبايل ده جايب معالج كوالكوم سناب دراجون 7 اس جين 3، وبمعالج رسوميات الادرينو 710، اللي هيقدم لك اداء كويس جدا وفوق الممتاز كمان في الاداء اليومي. وكمان بالنسبه للالعاب الموبايل ده هيدوس فيها بكل سهوله وهيشغلها لك تقريبا على اعلى جرافيك. وبعد كده عندنا مساحات التخزين. الموبايل ده جاي عندنا بثلاث مساحات تخزين: 128 جيجا مع 8 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 او 12 جيجا رام، او 512 مع 12 جيجا رام. طبعا تنوع كبير. والموبايل كمان جاي عندنا بادئ ب 8 جيجا رام، فدي نقطه قويه جدا. والموبايل عندنا ما بيدعمش انه يركب كارت ميموري، واللي هو انت مش هتحتاجه اصلا لو اشتريت اي نسخه من ال 256 او ال 512 او حتى ال 128. بعد كده تعالى نتكلم عن جزئيه الصوت. الموبايل جايب سماعتين ستيريو اللي ادائهم كويس جدا، وهيفيدوك جدا لو انت بتحب تسمع صوت محيطي او بتلعب العاب بتحتاج للصوت المحيطي. وتعالى مع بعض نسمع تجربه الصوت بتاعه الموبايل وتحكم بنفسك. وتعالى بقى نتكلم عن جزئيه مش هتقل اي اهميه عن كل الاجزاء اللي ذكرناها قبل كده، وهي جزئيه البطاريه. الموبايل ده جاي ببطاريه ضخمه بسعه 6000 ملي امبير. يا عم ده كده بقى الموبايل ده هيشحن لك في يومين ثلاثه. لا، الموبايل ده جاي بشحن بيوصل لعند 80 واط، والشحن كمان موجود في العلبه. يعني هتقدر تشحن الموبايل من 0 ل 50% في 28 دقيقه بس. بتقول لي طب ما عادي كل الموبايلات بتعمل كده. كل الموبايلات بيكون بطاريتهم 4000 5000 ملي امبير، مش 6000 ملي امبير، تكفي معاك اليوم ويوم ونص كمان مستريح. وتعالوا بقى نتكلم عن الجزئيه اللي هي تعتبر الفكره الاساسيه اصلا من السلسله دي، وهي الكاميرات. الموبايل عندنا جايب ثلاث كاميرات في الظهر، الاولى بدقه 50 ميجا بكسل، الثانيه كمان بدقه 50 ميجا بكسل وهي الخاصه بالزوم اللي بتوصل لعند 3 اكس اوبتيكال و120 اكس ديجيتال. وعندنا الكاميرا الثالثه بدقه 8 ميجا بكسل وهي الخاصه بالالترا وايد. والموبايل بيوصل لعند 4K 30 فريم تصوير فيديوهات. قبل برضو ما نتكلم عن الصور، في الموبايل ده جايب سنسور جديد في العدسه الاساسيه، فهيفرق عن الموبايلات اللي كانوا قبله في السنين اللي فاتت. اول حاجه الكاميرا الاساسيه هتقدم لك اداء ممتاز، اداء مرضي جدا وفوق المرضي كمان. هتحس انك بتصور بموبايل فلاجشيب طول ما الاضاءه عاليه عندك. طب لو الاضاءه قلت برضه هتحس انك بتصور بموبايل فلاجشيب. الموبايل اداؤه ما بيقلش خالص بتغير الاضاءه، اكيد بيقل يعني بس مش فرقت قوي. وكمان هيطلع لك صور كويسه جدا بالليل. ولكن بقى بالنسبه للكاميرا التليفوتو فبرضه ادائها قوي جدا، بتقدر توصل بيها لعند 3 اكس اوبتيكال، واللي بتقدر تخليك تاخد بيها بورتريهات حلوه جدا. والكلام ده بينطبق على الصبح برضه وبالليل. بالنسبه للكاميرا الالترا وايد ما تقلش اي تميز عن الكاميرتين التانيين، وكمان انت قدامك كل الصور تحكم بيها. وبالنسبه لتصوير الفيديوهات زي ما قلنا الموبايل بيوصل عند 4K 30 فريم، وكمان بيدعم التثبيت البصري. فبصراحه الموبايل ده ما يقلش اي تميز عن اخواته بتوع السنين اللي فاتت، بل كمان بيتفوق عليهم بفرق ملحوظ بسبب السنسور الجديد اللي اتضاف للكاميرا الاساسيه. وطبعا انت عندك شكل اصلا الكاميرات بيدل ان الموبايل ده قوي جدا في التصوير. عندك الكاميرات كده منفصلين عن بعض، وكل كاميرا بينها هي والتانية فلاش بتقدر تصور بيهم برضو صور علشان تطلع لك الاضاءة سوفت وتكون متوزعة بشكل كويس. فبصراحة الموبايل ده مميز جدا، شاشة جامدة واداء قوي، وكمان مقاومة ماء واتربة قوية، بطارية ضخمة جدا، كاميرات ممتازة جدا جدا جدا، وشحن سريع.
موبايل تحس انه كده ايه متفصل على مزاجك. لو انت مهتم لاي حاجه في الحياه هتلاقيها موجوده في الموبايل ده. والموبايل تقريبا انا ما شفتش فيه اي عيوب غير مدخل 3.5 مللي مثلا، كارت الميموري ممكن تقول مثلا انه ما بيدعمش الشحن اللاسلكي، ولكن ما فيش اي موبايل من المنافسين للموبايل ده في نفس فئته السعريه بيدعم اي حاجه من الحاجات دي. وبما ان الموبايل ده لسه ما نزلش عندنا بشكل رسمي في مصر، فتعالى نتكلم شويه عن السعر. طبعا الموبايل ده سعره هنقوله بالدولار، وانت بقى حوله زي ما انت عايز. الموبايل جاي للنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام ب 345 دولار. وبالنسبه للنسخه اللي هي الاعلى حاجه ال 512 مع 12 جيجا رام بيوصل لعند 405 دولار. طبعا سعر ممتاز جدا بالنسبه لاداء الموبايل ده، وبالنسبه لكل المميزات الموجوده في الموبايل ده. الموبايل ده هيحقق لك كل الحاجات اللي انت عاوزها في موبايل واحد، وكمان الكرتونه بتاعت الموبايل كامله. فالموبايل ده انت هتحبه جدا، فاتوقع ان الموبايل ده هيبيع بشكل كويس جدا وناس كتير هتحبه. وطبعا انت لو عاوز اي مقارنه بين الموبايل ده وبين اي موبايل تاني في نفس فئته السعريه، عرفني تحت في الكومنتات، زي السامسونج اي 55 ممكن نعمل له مقارنه مع الموبايل ده. فلو انتوا عايزين كده قولوا لي برضو تحت في الكومنتات. لو لسه ما عملتوش سبسكرايب ولايك اعملوا سبسكرايب ولايك، واشوف وشكم على خير.